السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الثانوي علمي في مدرسة أورينت الافتراضية، نضع بين يديكم درسا جديدا من دروس مادة الرياضيات، ونأمل من الله عز وجل أن تستفيدوا مما سنقدمه لكم في هذا الدرس إن شاء الله. أعزائي الطلاب، بعد أن انتهينا من فصل المتباينات سوف ننتقل إلى فصل جديد، هو فصل المتطابقات المثلثية أو فصل النسب المثلثية. سوف نستعرض في هذا الفصل أولا الأساسيات، والتي تعني تعريف للزاوية الموجبة والزاوية السالبة، وكذلك الزاوية الحادة الأساسية وطريقة إيجادها، والنسب المثلثية. ومن ثم سوف نبين قوانين الزوايا المركبة وطريقة الاستفادة منها، وكذلك قوانين ضعف ومضاعفات الزوايا. أيضا سوف نستعرض في هذا الفصل المقدار ألف جتا تتا زائد ناقص ب جا تتا، وطريقة تحويل هذا المقدار إلى نسبة مثلثية وحيدة أو واحدة، والاستفادة من هذا المقدار بإيجاد القيمة العظمى والصغرى له، وكذلك نستفيد أو كيفية الاستفادة من هذا المقدار في حل المعادلات المثلثية. سوف نستعرض أيضا في هذا الفصل المتطابقات المثلثية والاستفادة من متطابقات المثلثية لبرهان متطابقات مثلثية جديدة. وفي آخر هذا الفصل سوف نقوم بتطبيق ما ذكرناه في حل المعادلات المثلثية. أولا، تعريف الزاوية الموجبة والزاوية السالبة. عند رسم الزاوية بعكس عقارب الساعة تكون بالاتجاه الموجب مثل ي1، بينما عند رسم الزاوية مع عقارب الساعة تكون بالاتجاه السالب. نلاحظ في الشكل أن الاتجاه الموجب هو عكس عقارب الساعة، أي أن زاوية ي1 هي موجبة بينما الزاوية ي2 هي زاوية سالبة. حاليا سوف نعرف الزاوية الحادة الأساسية. هي الزاوية الحادة بين خط الزاوية ومحور السينات، أو هي الزاوية المحصورة بين خط الزاوية ومحور السينات، لنبين هذه الزاوية في كل ربع من أرباع الدائرة. في الربع الأول نلاحظ أن إذا كان لدينا واو لام هو خط زاوية، فالزاوية المحصورة هي تتا، ونلاحظ أن الزاوية الأساسية الحادة هي ذات ي1، وبالتالي الزاوية الأساسية هي ذاتها في الربع الأول، أي أن ي1 تساوي تتا. ي1 تساوي تتا، الزاوية الحادة الأساسية هي ذات قياس الزاوية تتا. ولكن في الربع الثاني نلاحظ في الربع الثاني أن إذا كانت واو لام في الربع الثاني فإن الزاوية المحصورة بين خط الزاوية ومحور السينات هي ي2. العلاقة بين ي2 وتتا الزاوية الأساسية، نلاحظ أن ي2 الزاوية الحادة الأساسية تساوي 180 ناقص تتا، أي أن إذا كانت الزاوية في الربع الثاني تتا في الربع الثاني فإن زاويتها الأساسية هي 180 ناقص تتا، أي أن الزاوية الحادة الأساسية ي2 هي 180 ناقص تتا. ولكن إذا كانت هذه الزاوية في الربع الثالث فإن كما هو موضح في الشكل واو لام في الربع الثالث، أي أن تتا أكبر من 180، أي محصورة بين 180 و 270. نلاحظ أن الزاوية الأساسية ي3 هي المحصورة بين واو لام ومحور السينات. العلاقة بين ي3 وتتا هي أن ي3 تساوي تتا ناقص 180، كما هو موضح في الشكل أن الزاوية الأساسية إذا كانت في الربع الثالث تساوي تتا
ناقص 180 درجة، أي أن الزاوية الأساسية إذا كانت الزاوية في الربع الثالث هي تتا ناقص 180 درجة. بينما إذا كانت الزاوية في الربع الرابع كما موضح في الشكل، واو لام في الربع الرابع، أي محصورة بين 270 و 360، بين 270 و 360. نلاحظ أن الزاوية الأساسية هي بين واو لام ومحور السينات أي ي 4. العلاقة بين ي 4 وتتا أن ي 4 زائد تتا تساوي 360، وبالتالي ي 4 تساوي 360 ناقص تتا، 360 ناقص تتا، أي أن الزاوية الأساسية في الربع الرابع هي ي 4 تساوي 360 ناقص تتا. وهذا هو تعريف بسيط للزاوية الأساسية. سوف نستعرض بعض الأمثلة لتوضيح مفهوم الزاوية الحادة الأساسية. أوجد الزاوية الحادة الأساسية لكل من الزوايا التالية: 140 درجة، 240 درجة، 330 درجة، 400 درجة، وكذلك ناقص 60 درجة وناقص 600 درجة. أولا الزاوية 140 درجة، نلاحظ أنها محصورة بين 90 درجة وال 180 درجة، وبالتالي فهي واقعة في الربع الثاني، أي أنها في الربع الثاني. الزاوية الحادة الأساسية للزاوية الواقعة في الربع الثاني أي للزاوية 140 درجة هي 180 ناقص تتا، وبالتالي الزاوية الحد الأساسية لل 140 هي 180 ناقص 140، 180 ناقص 140 اللي هي 40 درجة، أي أن الزاوية الحد الأساسية للزاوية 140 درجة هي 40 درجة كما هي موضحة في الشكل. الزاوية تتا هي 140، وبالتالي الزاوية المحصورة مع خط الزاوية ومحور السينات هي 40 درجة، وهي الزاوية الأساسية في هذا المثال. أيضا لو نأخذ المثال الثاني اللي هو 240، الزاوية 240 محصورة بين ال 180 وال 270 درجة، أي أنها واقعة في الربع الثالث، أي أنها في الربع الثالث. والزاوية الحادة الأساسية لل 240 هي 240 ناقص 180، أي أن 240 ناقص 180 تساوي 60 درجة، أي أن الزاوية الحد الأساسية للزاوية 240 هي 60 درجة كما هي موضح في الشكل. الزاوية واو لام هي 240، زاويتها الأساسية أي الزاوية المحصورة بين واو لام ومحور السينات هي 60 درجة، وهي الزاوية الحد الأساسية لل 240 درجة. أيضا الزاوية 330 محصورة بين الزاوية 270 و 360 درجة، وبالتالي فهي تقع في الربع الرابع. في الربع الرابع الزاوية الحد الأساسية لأي زاوية هي 360 ناقص الزاوية، أي أن الزاوية الحد الأساسية ل 330 درجة هي 360 ناقص 330 درجة، 360 ناقص 330 اللي يساوي 30 درجة، وبالتالي الزاوية الحد الأساسية للزاوية 330 هي الزاوية 30 حسب ما هو موضح في هذا الشكل. أي أن إذا كانت الزاوية 330 وتقع في الربع الرابع فإن واو لام أو الزاوية المحصورة بين واو لام ومحور السينات هي 30 درجة، وهي الزاوية الحد الأساسية للزاوية 330. بينما الزاوية 400 نلاحظ أن الزاوية 400 هي أكبر من الزاوية 360 درجة، زاوية 400 درجة أكبر من زاوية 360 درجة، وبالتالي نطرح من 400 نطرح منها 360 درجة أو نطرح منها دورة كاملة، فتصبح 400 ناقص 360 تساوي 40 درجة. 40 درجة هي زاوية حادة تقع في الربع الأول، وبالتالي زاويتها الحادة الأساسية هي ذاتها، أي أن الزاوية الحادة الأساسية للزاوية 400 هي الزاوية 40 كما هو موضح في هذا الشكل. الزاوية 400 أي أن واو لام هي زاوية 400، وبالتالي الزاوية المحصورة بين واو لام أو خط الزاوية ومحور السينات هو 40 درجة، أي أن الزاوية الحادة الأساسية للزاوية 400 هي الزاوية 40 درجة. بينما الزاوية ناقص 60 نلاحظ أن الناقص 60 هي أصغر من 360 درجة،
وبالتالي نضيف إلى هذه الزاوية عدد من الدورات حتى تصبح موجبة. كل دورة 360 درجة. ناقص 60 زائد 360 تساوي 300 درجة، أصبحت موجبة، وبالتالي الزاوية 300 درجة محصورة بين الزاوية 270 والزاوية 360 درجة، أي أنها تقع في الربع الرابع، وبالتالي زاويتها الأساسية للزاوية 300 هي 360 ناقص 300. 360 ناقص 300 أي 60 درجة، أي أن الزاوية الحد الأساسية للزاوية ناقص 60 هي 60 درجة. الحد الأساسي للزاوية ناقص 60 هي 60 درجة، كما هو موضح. الزاوية أو خط الزاوية واو لام ناقص 60 هو ذاته هي القيمة المطلقة للناقص 60، أي الزاوية الحادة بين واو لام ومحور السينات، أو الزاوية المشكلة بين خط الزاوية واو لام ومحور السينات اللي هي 60 درجة. بينما الزاوية ناقص 600 نلاحظ أن الناقص 600 هي أصغر من 360، وبالتالي بإضافة دورة كاملة إلى الناقص 600 تصبح ناقص 600 زائد 360 تصبح 240 ناقص 240 درجة. أيضا ناقص 240 درجة أصغر من 360 درجة، أيضا نضيف دورة كاملة لل 240 تصبح ناقص 240 زائد 360 تساوي 120، أصبحت موجبة، وبالتالي الزاوية 120 محصورة بين الزاوية 90 درجة وال 180 درجة، أي أنها تقع في الربع الثاني، والزاوية الأساسية لل 120 هي 180 ناقص 120. 180 ناقص 120 يساوي 60 درجة، أي أن نستطيع أن نقول أن الزاوية الحد الأساسية للزاوية ناقص 600 هي زائد 60 درجة. الزاوية الحد الأساسية لناقص 600 هي 60 درجة كما هي موضحة. الناقص 600 أي بالاتجاه مع عقارب الساعة تصبح واو لام، واو لام هي ناقص 600، وزاويتها الأساسية أي الزاوية المحصورة بين واو لام ومحور السينات هي زائد 60 درجة. بهذه الأمثلة نكون قد وضحنا مفهوم الزاوية الحادة الأساسية. الآن سنوضح مفهوم النسب المثلثية. إذا كان لدينا واو لام يصنع ي واحد مع محور السينات أو الزاوية تتا مع محور السينات، فنلاحظ أن المثلث القائم واو ت لام قائم في ت، وبالتالي ج بالزاوية تتا اللي هو يرمز له بالرمز جاء تتا، ج بالزاوية بجا تتا ويساوي المقابل على الوتر، جا تتا المقابل على الوتر. بينما جيب تمام الزاوية اللي نرمز له بالرمز شتا تتا، جيب تمام الزاوية أي شتا تتا ويساوي المجاور على الوتر. بينما ظل الزاوية تتا هو ظا تتا يرمز له بالرمز ظا تتا ويساوي المقابل على المجاور. وأيضا لدينا ظل تمام الزاوية زتا تتا، زتا تتا هو مقلوب الظا أي المجاور على المقابل، أو نستطيع أن نقول زتا تتا هي واحد على ظا تتا كونها هي مقلوب الظا. زتا تتا مقلوب الظا وظا مقلوب الزتا. أيضا قاطع الزاوية تتا هو قا تتا، وقا تتا هي تعني مقلوب الشتا، قا تتا مقلوب جيب تمام الزاوية. قاطع الزاوية هو مقلوب جيب تمام الزاوية، جيب تمام الزاوية المجاور على الوتر، بينما القاطع هو الوتر على المجاور. وأخيرا قاطع تمام الزاوية يرمز له بالرمز قتا تتا، قتا تتا هو مقلوب جيب الزاوية أو واحد على جا تتا، وجا تتا هي المقابل على الوتر، وبالتالي قتا تتا هي الوتر على المقابل مقلوب الشتا. أعزائي الطلاب، بهذه المراجعة البسيطة نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. نأمل من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.